العلبة درجة الصينية مال حجيرة تقتلني. عليكم المتابعين هدية من القيصر لكم. حملنا وسدينا الأبواب، هسه شنو؟ نكمل. ردنا غسل الباب والله، ردنا غسل الزين هي والهربان. طبعا المتابعين راح نرجع هسه بق على هذا الفرع حتى نحمل منه. هذه شنو تخلص؟ كله تمام.
شباب صفيت هي هسه على الباب، راح انزل نحمل. الطابقة مالتي خرافية، راح نحمل. راح احمل كلش تعبان، راد نسحب سبحة اليوم. راح احملها انا بيدي واحط لي انا هنا. شوف هذول هنا رافعة، البوتين جوا الصفن، نتوكل على سويسرا. عنوان الاول وبعد عنوان ثاني. انا هاي قاعد احمل. حملت قلنا 18 باليت، راح بعد 3 واطلع بعد 5 باليتات اخذهم من غير مكان. كملنا تحميل شباب ونطلع. بسم الله. طبعا شوف هاي الوردة الهولندية الحلوة، الله، هاي لكم المتابعين هدية من القيصر لكم. هذا القصب، سد الباب الثاني. هاي الشركة اللي حملت منها. حملنا وسدينا الابواب. هسه شنو؟ نكمل، نروح نركب الشاحنة، نطلع العنوان البلاغ، وان شاء الله ما راح يحملونا حرامات. هسه اليوم طلعنا على سويسرا مشينا لكم كذا. شباب خلصت التحميل بهاي الشركة. شوف طقوني فانتا كلش خوش شركة. شوف انطوني جلاس مكتوب عليه اسم الشركة مالهم. شوفوا انطوني قلمين. شوف الترتيب، شركة كلش محترم. شوف الاوراق كلهن توب هاي الشركة. هسه نروح نحمل الباقي، يمكن باكر اليوم ما راح نلحق. باكر نحمل على سويسرا الباقي. شباب هاي هولندا، هاي انهر وبحار هولندا. حاليا في مدينة قريبين على مدينة نيوخايم. وصلت الآن في هذه الشركة في بارنفيلد قريب على مدينة أمسفورد. جت هاي الشركة جت هاي الشركة بدي أحمل من التعب أعلس. شوفوا اسم عزلة. ايش بيك يا وال؟ شو سيارتك ايش كبرى؟ روزنبورغ. راح احاول بركي اقدر احمل اليوم. دور لي احد هنا، ما قاعد اشوف احد. اذا لقيت احد اقدر احمل. وانا وجهي محترق حرق من الشمس. هاي الباب هنا راح ننام. عملنا تنفيذ، هو تهرب هو منا من هاي الصافر، اكيد من الصافر. شوف شباب، شوف منا من الصافر. قلت لكم مسويها. احنا التهريب كان من الصافرة. الصافرة الحمراء جا منك واشر بالدلتا. صار رجال عده مي ماكو، خرب عنا. لازم اروح اجيب لي مي. العمال من المكان فتحوا لي الباب، راح اعطي مي منه. زين متابعين طبعا وصيت اكله اسمها كبسلون. هاي اكله هولنديه تركيه هولنديه. هاي كبسلون شنو هي؟ هسه راح اشيركم عليها. تعالوا خلينا. طبعا متابعين، هاي الاكله اسمها كبسلون. تمام. زين ابا انا بشنو راح اكلها؟ معقوله ما حاط لي شو اسمه؟ هي قرب الكاميرا. ذبانة جابها. شوف هاي الصوص. نقطة الثوم، جايب لي وحدة ابي
هاي هي الأكلة. نفتح هذا هيجي. ندير فوق. ندير صلصة ثوم هذه. شطم. زين انا عندي شطرات عشان هسه شلون ناكل، عشان سويتها تشريب. بسم الله ناكل. بسم الله. يا شباب الأكلة تتكون عن بطاطا وزلطة ولحم وجبنة. طبعا بعد ما اخلص اكل شباب اكون هاي بعد 5 دقائق محطة مال وقوف الشاحنات، تقدر هناك تاخذ دوش وهاي وتاكل همين توقف الشاحن. بس انا راح اروح اخذ دوش واجي. تاخذ دوش وهاي كلها 8 يورو. طبعا طلع مشروبنا ايس تي. صاير جامد صدق، صاير ايس تي، صاير صدق ايس تي جامد. روعة. نرجع نفترس. طبعا شباب هاي هنا كان الموقف اللي فيه، شوف في دوش وفي بنزخانة وفي مطعم وفي موقف مغلق. في مدينة البحر نفذنا. هاي شوف هذا هو المطعم هناك، الموقف هنا. نقف. الجنطة مالنا شوف طلع. هذا حار ما يلبس. هذا التيشيرت داخليات. جوارب ما يحتاج. هاي لا، هذا ما يحتاج. خاولي حضرون لا، هذا هم لا. خلاص تمام. ناخذ ويانا. شوف شباب هنا واقفين بهذا الموقف الجنطة مالنا ونروح هناك. اخذنا دوش بعد فريش. شوف نطوف هيجي 8 يورو. هذا حمام هنا لسه بحسب حمام. تمام. شو انا طلعت هسه مو جديد. سووا هالنام مرتاحين يسوى 1,000,000 يورو. شوف ترك ماكينة مال كوفي كل شي ببلاش. يلا خلينا نطلع شوفكم برا. رجع المفتاح ما غض مفتاح السيارة. شوف كان نظيف وحلو. فتح لهم فيشة كل شي عندهم. شوف حبيبي ما فيشة تريد. كل شي موجود. شوف نايس. شباب هسه طلعنا من البنزخانة من ترك ستوب. نروح هسه نرجع يم مكان التحميل. نروح هناك ننام
هاي الفالفو العزيزة. شوف الفالفو، شوف راح اصيحها، راح برموش لي. شوف فالفو، شوف تفهمني. تعال شباب نروح. شاري شلون صار، بس تنام مرتاح يا اخي، اقسم بالله كان بيه تعب مال يومين كله راح الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. صباح الخير يا متابعين. طبعا الان انا داخل الشركة هاي، وتوني قعدت من النوم الساعة 8:30 الصبح. ويلز كان قاعد يتفرغ سايلو، شلون رافع السايلو ماله. راح اكمل الحمل مالته واطلع على سويسرا. عندنا هنا خمس باليتات، قولوا وياي بالعراقي شو اسمهن؟ بالسوري طبليات، بالعراقي شلون انساها؟ سكيبات 5 سكيبات منها حملهن دقيقة وين لي هو الخارطة. يا دوك خذني معاك يا دوك. طبعا منها شلون انا نمت اليوم ما شاء الله، والله محترم. هاي بطن الشركة. يلا المتابعين، على حسب وداب قلبي يا ابويا راح اقول لك بالسكانيا. شوف الرحمن يمسك سكة القطار. راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. شلون راح نحمل يا دوب 31 و40. انا واحد من الدوكات هنا. ابو صلاح شلونك؟ وقف راح اسوي ميلدن. شوف وين راح نايم توك 16 17 عندك 16 راح نحمل اكيد. راح نشوف. هذه الوقفة الان في الشركة الهولندية. راح اكمل الحمل مثل ما قلت لكم ونطلع لسويسرا ان شاء الله. هذا اجيب الاوراق، خبرتهم ما قاعد يردون. جابك ومسحت لكم المراية. ارجع شرفكم. انا من البارح طابقيناه، هو يقول لي قاعد نصفطهم هسه على الباليت. ادري من البارح انا لازم احمل يا حج. ليش هيك دائما تاخر. نروح نفتح الابواب ننزل بهاي شو اسمها، بعدين نقدر نفتح الابواب. نفتح الابواب منها، نطبق على هاي الرمبات هناك، نكمل الحمل.
كمل الحمل يعني عندنا مجال هون نسوي السيارة فول على سويسرا مفول حمل كامل. نحط 5 باليتات من هذول اللي بعد منه اموري عادي. شوف عزيزي المشاهد لازم احط على هذا الدوب هنا. نرجع فوق. ارجع 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 بين الخطوط. طبعا هاي رجعنا شباب. شوفوا هذا السكاني اول شيء شباب هذا سكاني عبالي سكاني بايسكل. شوفوا البايسكل سكاني شباب. راح نضبط. شوف يم الكتروز يم الكتروز اليوم طابق. وين الباب؟ هذا الحمل حملته كملته هسه نطلع على سويسرا. اخذنا الحمل حملنا كامل هسه نروح ناخذ الاوراق ونطلع بوجهنا على سويسرا. يلا تعال. هاي الاوراق اخذناهن كل شيء تمام. شوف شباب سد الابواب مالنا ونطلع نتوكل على سويسرا. طبعا حبايبي ثاني هولندا طلعت مشيت تقريبا 50 دقيقة. اتجه باتجاه فيلو ماستريخت وهناك نفوت على بلجيكا وعلى لوكسمبورغ فرنسا نطلع. ما اريد اطلع من طريق المانيا. المانيا ما احب اريد اطلع من شو اسمه دائما افول ديزل من بلجيكا. دائما بالديزل مالي فوله من بلجيكا. طبعا شوف عزيزي المشاهد هذا البحر الهولندي منظر جميل. شلون سبح بيها. ان شاء الله اليوم نوصل سويسرا شباب. لو وصلنا سويسرا من وقت ندق على صديقنا عثمان يجي ياخذنا ونروح على الراين نسبح بالراين. منظر جميل ان شاء الله راح نشوفكم مناظر تخبر بالفلوقات الجايه. طبعا احبابي الان بعدنا بالطريق على شو اسمها على سويسرا. بس جوعان جوعة والله ما متريق. لازم فانا ايش قلت خلينا نمشي عبر هولندا ما نفوت بلجيكا. اضرب وقف اول ديزل واتريق واكمل احسن شيء. شو تقولون انتم؟ هيك احسن ها؟ خلي شوي نتحمل الجوع يصير دايت صباحي وانا شوي وراح انقطع. ما ظل شيء ظل لي يومين. اي شباب ابي احكي لكم شويه عن رواتب سواق الشاحنات بهولندا وباوروبا بشكل عام. طبعا سائق الشاحنه باوروبا ياخذ يعني اذا هو سائق جديد ياخذ من 2000 خويا من 2500 الى هاي حسب الخبره يعني بعد 2500 اذا عنده خبره يعني بعد سنتين ثلاثه ياخذ بعد 3000. اذا عنده خبره اكثر ويشتغل مثلا مواد خطره وهاي ادي اير هنا عنده شو اسمه هنا يمكن يوصل راتبه لل 3.5 3700. اذا يشتغل خارج هولندا يوصل 3.5 3800 يوصل. اذا يشتغل فول تايم يوصل. سائق الشاحنة راتبها حلو هي ولكن الضرائب شوية تعبك. بس هي راتبها حلو. وهذا المنظر شايفينه على البحر. الله هولندا كلها بحار يا اخي.
فإذا حابب تكون سائق شاحنة لازم قبل ما تفكر بالراتب لازم تفكر بمخاطرها، انك تبعد عن اهلك، انك لازم تكون مستعد. الله شو المكان جميل جدا. عندك مثلا سلبيات سائق الشاحنة وايجابياتها. سلبيات سائق الشاحنة انك مهاجر 24 ساعة، والقعدة هاي مال كرسي طويلة تموت هاي. اي مخاطر الطريق، وبعد اي بس هذا تقريبا، بس لان اكثر شغلات مميزات يعني مو زينات الشاحن. اما شغلات مميزات الشاحنة انك تشتغل ماكو حد على راسك. شوف بس انا وحدي، بس انا على راحتي وحدي، لا حد يقول لي يلا ومن شنو وهذا شنو وهذا شنو. تمام، اخذ الحمل مالي، اشتغل نظامي، ما حد يدوخك، وبالشارع التزم، لا شرطة تدوخك ولا حد يدوخك ولا حد علاقة بك. ايه مميزاتها بعد ان راتبها زين، هي شغلة محترمة صراحة. بأوروبا سائق الشاحنة من أفضل الشغلات. وسائق الشاحنة يعني حياته سفر، عبارة عن سفر. لازم تكون شخص يحب السفر ويحب تبديل الأماكن. فأنا يعني خلال يوم أو يومين أبدل، أفوت ب6 دول. أنا الآن بهولندا حاليا، راح أفوت بلجيكا، راح أفوت ألمانيا، لا ألمانيا ما أروح، أفوت بلجيكا، سنة هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا. 5 دول، وجزء منها أرجع من ألمانيا ما تدري. فهذا سائق الشاحنة يعني لازم يكون عنده رغبة في السفر ويحب يغير الأماكن، أي إذا يريد خارج. أما تقدر تشتغل سائق شاحنة بس شنو داخل هولندا مثلا، تشتغل بالداخل، يوم تطق لك 10 ساعات وترجع للبيت، ما تقدر. أنا ما أحب شغل الداخل، أحب أسافر، عندي شباب، وأحب أخذ متابعيني وأوفر العالم. في هولندا تتم عن طريق البيوت الزجاجية. انظر عزيزي المشاهد، أغلب الزراعة تكون عن طريق البيوت الزجاجية في هولندا، من ورد ومن خضروات وفاكهة وهاي. وجداول الأنهار، شوف في كل مكان عندك جدول ونهر وبحيرة وكل شيء. هناك تربية الأبقار وصنع الجبنة والحليب. لا هنا بس يطلعون الحليب، جبن يودونه على المعمل. هنا زراعة الإذرة، مدري شنو هذا، مطور بي ام. طبعا متابعين الآن أنا على الحدود الهولندية البلجيكية. خلصت هولندا، طلعت من مدينة ماستريخت الهولندية، راح أدخل مدينة لياج لاوك البلجيكية عفوا البلجيكية. فراح أشوفكم الحدود بين هولندا وبلجيكا. راح يعني تشوفون الحدود إنه عبارة عن شارع، يعني مجرد ما تعبر أنت علامة وشارع وخلاص تعبر. بس أكو شغلة تغير انتبهوا عليها، لازم تحطوها بالتعليقات شنو اللي تغير، بس شنو اللي تغير. تمام، اكو فرق بين هولندا وبلجيكا، راح تشوف الفرق انت هسه، قل لي شنو الفرق بالتعليقات. طبعا حاليا هاي بعدنا هولندا هنا، بعد ما طبينا بلجيكا. انتبه زين، احفظ الشارع زين، احفظ الشجر، احفظ كل شيء، احفظ العلامات، احفظ كل شيء. اريدك تعرف شنو الفرق بين هولندا وبين بلجيكا. كيلومتر واحد راح نشاهد العلامة، راح نشوف مكتوب عليها بلجيوم، بلجيكا، هولندي مكتوب. شوف بلجيكا بعد 1 كيلومتر. بعد 1 كيلومتر راح نشوف. نتابع.
بلجيكا. هاي بلجيكا شباب. صار منسوخ. هاي المحطة طبعا. هاي بلجيكا. بدنا نروح ناكل بطاطا شباب. نشتري بطاطا. طريق ثاني. بارك هنا على الحدود. لازم نغير التاكوغراف نسويه بلجيكي. نقلبه من هولندي على بلجيكا. ثاني سيارة. تمام. أول شيء نستعمل الهاند بريك. الحين بس اوكي. شوف تاكوغراف. تدوس في جوا. ترجع بس اوكي. تنزل اثنين على السائق. البلد. البداية في البلد. بلجيكا. أنا ناسي من البارحة بلجيكا. طبعا متابعين نروح ننزل شوي ناخذ استراحة ربع ساعة. ناكل شوي نتريق هذا البلجيكي ونطلع. تمام. تعالوا خلينا نروح. السيارة طبعا عندي تهريب الهواء لحد الآن. لازم من نوقف اليوم من أوصل راح نسوي هذا مال شوفوا. ما هذا هنا. طبعا هذا البارك شباب مثل تشوفون. البارك. بارك الشاحنات في بلجيكا. الجو طبعا كلش حلو. الجو يخبل. خلينا نفوت للمطعم. شوفوا هذا المطعم طبعا ورايا. هذا المطعم هنا على الحدود. كلش حلو. الجو يخبل طبعا صيف. درجة الحرارة يمكن 32 او 30 28 هيك. راح نجيب اكلنا شباب نقعد هنا وناكل. ايش رايكم؟ احلى مكان حرسنا البيت هيك. طبعا هنا الموضة والشايفة. نروح ناكل. هاي المتابعين شوفوا اشترينا لنا نكتم سوي روحي. أنا هنا على أوتوبان. أحلى مكان. شوف. شوف على أوتوبان. طبعا هذا بطاطا البلجيكية تمام. أطيب البطاطا. وهذا مايونيز لا. هذا اسمه أندلس. ورهم سناب شباب. ضيفوني على السناب. اسمي بالسناب مثل اسمي بالتيك توك. ضيفوني على السناب وانستغرام على تيك توك. كل مكان تمام. تيك توك انزل شغلات ترجع. رجعت تعال على اليابان بنجيب هذا. البطاطا نعطيها 6 من 10. نفس ما تحتاج.
شرقت من الشمس. هذا اندلس. طبعا شباب خلصت الاكل، اروح اذبه برجع الصينيه مع الحجيره تقتلني. خلصنا الاكل طبعا شباب، نروح هسه وين؟ نطلع بالشاحن نشرب النشيء تمام ونتوكل نكمل طريق. رادنا غسل الفالف والله، رادنا غسل ناقص زين هي ولا هربانة. بويا حارة. من يحبك مثل حبي الله. نرجع المخبأ السري، بس عندنا شي بارد. عندنا جلاس من فوق. هون خوش كمية جلاسات جايبها. حارة كتير من الحر. نجيب لي جلاس لا حتى بالطريقة اشرب بيه مي، ما بدي اشرب من البطل. ايش فيك يا معود؟ هذا المي، هذا الوتر ووتر. ماي جاد. هذا ندبه من البارحة، ندبه شو اسمه ايش هنا طبعا. نجيب الجلاس ونصب. هذا بحثني ذبح أطيب شيء بالدنيا الارتواء. طبعا متابعين خلصنا أكل وشرب، أخذنا استراحة شوية، تمشينا. قد صار لنا؟ صارنا 23 دقيقة واقفين. ايش راح نسوي؟ راح نكمل سياقة تمام إلى سويسرا. يلا شباب. شباب انتبهوا هنا كلش مناظر حلوة شباب. طبعا اليوم انا واقف هنا بديلنجن. حبيبي متابع جاب لي مشروب طاقة. حبيبي غالي شلونك؟ حبيبي نزل لك. نشوف الالمان، شوف الالمان